إيمان الشيعة إجماعا عدا الزيدية، إيمان الشيعة إجماعا عدا الزيدية على أن الرعد إذا ظهر في السماء بخلاف البرق، بمعنى أن الرعد صوته، شوف أنا بقولها إيه، صوته، يعني يقول لك ساعتها علي بيلقي السلام، الرعد ده صوت علي، صوت علي، مش الصوت بالسين، لا بالصاد، هو صوت علي. لذلك إذا مر شيعي في العراق أو في مصر أو في أي بلدة من التي بها شيعة وسمع صوت رعد يقول عليك السلام يا أمير المؤمنين، ما هو عنده رعد، علي بيتكلم بيقول له السلام عليكم، بحييه هو بس. ولذلك فإن الشيعة إجماعا عدا الزيدية إذا مشوا في مكان وسمعوا صوت رعد وعليك السلام يا أمير المؤمنين. أما إذا سمعوا صوت البرق، البرق هو صوته، ده الكرباج بقى، البرق اللي بيجيب نار وتعمل، يقول لك هو الآن يجلد معاوية، هو الآن يجلد أبا بكر، والآن يجلد عمر، والآن يجلد عثمان، ويقول زد يا أمير المؤمنين، زد يا أمير المؤمنين. ولذلك ده عوامهم ومثقفوهم عوامهم وسادتهم وأئمتهم وكبارهم اتفاقا. يمكن وصلكم رابط اليوم البارحة هيك، الرابط رجل يفترض أن يكون عالم، بس ما أقول عنه عالم، يفترض أن يكون عالم، وده يتحدث مع مذيع بإذاعة قناة تلفزيونية، يقول له هذول مشكلة الشيعة، تعرف شنو؟ يقول له عموم الشيعة، عموم الشيعة، يقول له الآن بالعراق لو تمشي بالعراق، هسه أنا استهجنت الوضع لأنه أنا ابن العراق، يقول له بالعراق إذا صار رعد، الرعد مال الغيب من تغيم الدنيا وترعد، إذا صار رعد رأسا يرفع بصر الشيعي بالنجف بكربلاء في كل العراق، عموم العراق وعموم الشيعة، هو يقول له والرابط موجود، يقول له السلام عليك يا أمير المؤمنين، لأن هذا صوت علي بن أبي طالب. وإذا صار البرق يقول له يرفع صوته خايف، يرفع وجهه، يقول له ليش خايف؟ هذا المذيع يسأله، يقول له لأن عندهم البرق هذا صوت علي، مو صوت، صوت علي، وهو يجلد أبي بكر ويجلد عائشة ويجلد عمر، فيقول له اجلد يا أمير المؤمنين. ما تستحي، بتخجل، انت وين تحكي مع ناس بالقارة القطبية، تحكي مع ناس متخلفين، ونحن عايشين بالعراق وعايشين بالكويت وعايشين في دول الخليج وعايشين في مركز التشيع ومهد التشيع، ما سمعنا هذا، ما فرد يوم من الأيام صار رعد وقلنا سلام الله عليك يا أمير المؤمنين لو صوت علي يجلد عائشة ويجلد هذه.